مساء الفل. قبل ما ابدا خليني اقول لك ان اللي معانا النهارده يبقى الجزء الثاني من الفيلم. بدأنا من قلب ملعب الحريفه بعد ما استغلوا المليون جنيه وعملوا ملاعبين باسم الحريفه، وبدل ما كل واحد يفكر في نفسه فكروا في مصلحتهم كلهم، وبناء عليه الكل طلع كسبان والمصلحه عمت على الجميع، والشغل بقى على العال والفلوس جريت في ايديهم. وعلشان تحلو اكتر واكتر، الراجل صاحب ابو ماجد واللي كان السبب في انهم يشاركوا في المسابقه كلم الحريفه وطلب منهم يروحوا له المكتب. طيب الكلام على ايه؟ صاحبنا يا معلم قال لهم انه مبسوط بيهم وباللي هم عملوه اللي هي الجائزه اللي خدوها، ولان الشركه بتاعته بتهتم بالتعليم فقررت تديهم منحه دراسيه كامله في جامعه اجنبيه جوه مصر. بس قبل ما تقرروا توافقوا او ترفضوا لازم تسمعوا الشرط بتاعها الاول، وهو ان المعدل التراكمي بتاعكم لازم ما يقلش عن 3 في كل ترم، والا هيبقى قدامكم بعد كده حلين: يا اما تسيبوا الجامعه وتمشوا، يا اما تدفعوا المصاريف. وبما انها جامعه خاصه فخليكم عارفين ان مصاريفها كبيره جدا. ساعتها ماجد ما فكرش كتير وقال انهم موافقين طبعا، وانهم هيرفعوا راسه ويشرفوه في الجامعه. مش محتاجه اقول لك ان الحريفه مش فاهمين اي حاجه في اي بتنجان، يعني منها جامعه خاصه والدراسه فيها بالانجليزي وعيشه تانية تختلف تماما عن عيشتهم. لكن ماجد حاول يفهمهم الدنيا ببساطه هتمشي ازاي، وانهم مش لازم يقلقوا من اي حاجه وهيقدروا يسيطروا على الامور زي كل مره. بمعنى مختلف الراجل بيحاول يطمنهم، اصل دي فرصه جات لهم لحد عندهم ومش هتتكرر تاني، وعلشان الفرحه تبقى فرحتين نزار كلم ماجد وقال له النادي البرتغالي وافق عليك ووافق انك تبدا تعمل الاختبارات، وبكده تقدر تقول ان جزء من احلام ماجد اتحقق. وقبل ما صاحبنا يسافر قعد مع الحريفه اخر قعده ليهم سوا، اكمنه يعني ملوش حد غيرهم ودول يعتبروا اصحابه واخواته وعيلته كلها. تاني يوم الحريفه اول ما راحوا الجامعه ما كانوش مصدقين عينيهم من اللي شافوه هناك، اللي هو ايه المكان ده يا عم، ومين الناس دي، وليه بيتكلموا كده، واحنا ليه مش فاهمين حاجه. في نفس الوقت ماجد هو كمان واصل البرتغال وكان مستني يروح الملعب على احر من الجمر. المعلومه هنا انهم على قد ما كانوا فرحانين بالاماكن اللي هم وصلوا لها، على قد ما قابلوا في وشهم مشاكل وعقبات بالهبل. خلينا افهمك اكتر ونبدا بماجد. نزار قال له انه على قد ما المدرب متحمس انه يقابلك ويتعامل معاك، على قد ما هتلاقي كره وتعنيف من المدير الفني. ليه؟ لانه مش بيحب اللعيبه العرب، فخلي بالك من كل خطوه قبل ما تخطيها، لانه اكيد مش هيسيبك وهتلاقيه واقف لك على الواحده. وبعد ما رساه وفطنوا على كل حاجه، ماجد قال له ما تقلقش عليا، ولو على المدير الفني فانا قابلت اللي شبهه والاسوأ منه بكتير، يعني من الاخر اطمن وانا هعرف اسد. ودلوقتي نروح للحريفه وهم تايهين في الجامعه وعايمين في ميه البطيخ، وصاحبنا حتى الجوع زنقه وخلاه يروح الكافيتيريا علشان يشوف له اي حاجه ياكلها. قام اشترى كرواسون ثمن الواحده 200 جنيه، وعلشان شكله ما يبقاش وحش قدام الطابور اللي واقف وراه اضطر انه يدفع ثمنها ويمشي. لكن حتى ما رضيش ياكلها وسابها ببركتها في علبتها. وهنا يجي دور السؤال اللي في بالك: طالما صاحبنا ما كانش ناوي ياكلها ليه اشتراها بمبلغ زي ده؟ شويه وهنعرف. وبما انهم ما كانوش عارفين اي حاجه في الجامعه فخلوا عمر يكلم السكرتيره علشان تفهموا اي حاجه، وبعدين راح وقال لهم ان دكتور منصور هو اللي هيرسينا على الزيتونه كلها. فالدكتور قال لهم ان الخميس الجاي عندهم امتحان الساعه 11 الصبح، ويستحسن انهم يكونوا جاهزين وعاملين حسابهم. ورمى لهم الكلمتين دول ومشي من غير يفهمهم اي حاجه. المهم خلينا اعرفك حتى عمل ايه بالكرواسون. صاحبنا يا معلم راح لواحد حلواني في المنطقه بتاعته ووراله الكرواسون وعرف منه انه يقدر يعمل زيه بالظبط وبسعر اقل. واليوم اللي بعده قرر انه ياخدها معاه الجامعه ويبيع الواحده ب 30 جنيه. بس للاسف دكتور منصور ما عجبوش اللي حصل، وقال له انه جاي هنا علشان يتعلم وبس، وان الجامعه مش سوق علشان يعمل حركه زي دي، وحذروا ان لو الموضوع ده اتكرر تاني فهيفصلوا من الجامعه. وبما انهم لا نافعين في تعليم ولا في جامعه فقرروا يدوروا على الحته اللي محترفين فيها اللي هي الكوره. لكن من سوء حظهم مدرب فريق الجامعه رفض انه يخليهم يشتركوا معاهم، وقال لهم ان التقديم بيفتح كل اول ترم، وعلشان كده يقدروا يجوا في بدايه الترم اللي جاي ويقدموا. اللي زادوا غلطه بقى لما طلع لهم خازوق اسمه وليد وقف في وشهم وقال لهم انهم حتى لو قدموا في فريق الجامعه فهو هيبوظ لهم الليله دي، اللي هو يعني من وجهه نظره انهم لعيبه فيستك ومالهمش فيها ومفيش زي الفريق بتاعه. لكن الششتاوي ما سكتش وطلب منه يبلع ريقه ويهدى على نفسه. السؤال هنا: هل وليد هيكش ويسكت ولا ممكن يرد بطريقته فعلا؟ الله اعلم. ولو بصينا على ماجد فهنلاقيه مش قادر يخلص من زن المدير الفني وبيحاول يزق التمرين بالعافيه علشان ما يخسرش حلم عمره. اللي خلى بقى المدير الفني يرضى عنه بعد ما كان مش طايقه انه كسبهم في الماتش اللي نزلوا مع الفريق البرتغالي ده، على الرغم انه كان ماتش تقيل قدام فرقه تقيله. وبناء عليه ماجد يبقى كده خلص كل الاختبارات ومش باقي له غير الكشف الطبي، وبمجرد ما يعدي منه يبقى اتقبل رسمي في الفريق. وفجاه ومن غير اي مقدمات الدنيا اسودت قدام عينيه واترفض بعد ما عمل الكشف. ليه بقى؟ نزار قال لماجد ان عنده مشكله في قلبه، وهي ان نبضات قلبه اسرع من الطبيعي، وعلشان المشكله دي تتعالج فلازم يعمل عمليه. واللي خلى الموضوع يتعقد اكتر لما نزار قال له ان في لعيب كان عنده نفس المشكله وافتكر انه لما يعمل العمليه هيرجع يلعب ويحترف، بس للاسف بسبب الضغط والتوتر تعب اكتر وما قدرش يكمل. بمعنى مختلف السكه اتقفلت في وش ماجد وشكله مش هيلعب كوره تاني، وفي ثانيه الا ثانيه الدنيا اتشقلبت وكل حاجه كان مخطط لها باظت. فقرر انه يرجع مصر ويقعد وسط الحريفه، يعني ناس شبهه ملوش غيرهم. ولما سالوه عن السبب اللي خلاه يرجع من هناك قال لهم ان النادي قرر ياجل التعاقدات مع اي لعيبه جديده، علشان كده قررت اجي واكمل معاكم باقي الترم. واحد هيسالني ويقول لي يا عم زيزو وهو ليه ماجد ما قالهمش على الحقيقه وخبى عنهم حاجه مهمه زي دي؟ حتى الان علمك. المهم صاحبنا قرر يروح الجامعه وما
يفوتش ولا محاضره واقنع الحريفه انهم يكملوا معاه، وده لانهم شافوا ان المكان اللي هم فيه لا شبههم ولا يليق بيهم، وكانوا ناويين ما يكملوش فيها. واول حاجه عملوها غيروا ستايل اللبس وبقوا عيال ناس على راي حته، لكن ما كانوش يعرفوا ان التجديد اللي هم عملوه هيرجع عليهم بالسلب وهيبوظ علاقتهم ببعض. بعدها جمعوا شويه من عيال الجامعه او تقدر تسميهم جمهور حته، وعملوا مظاهره علشان حته يفتح مشروع الكرواسون بتاعه في الجامعه. وبالفعل دكتور منصور وافق بعد ما كان رافض الفكره تماما، وحته فتح كشك صغير يبيع فيه الكرواسون. على زاويه تانية وليد كان عمال يجر في شكل الششتاوي، وطول ما هو قدامه عمال يرازي فيه علشان يستفزه ويخرجه عن شعوره ويدب معاه خناقه. بس ماجد خلص الحوار كله بكلمتين وقال لهم طيب ايه رايكم نخلص اللي بينا ونلعب ماتش. والحظ جه في صفهم وقدروا يهزموا فريق وليد وعلموا عليهم. الحاجه بقى اللي عايزك تاخد بالك منها انهم وقت ما كانوا بيلعبوا دكتور منصور كان بيتفرج عليهم، ومن الظاهر كده ان لعبهم عجبه ودخل دماغه. وزي ما قلت لك بالرغم من انهم كسبوا الماتش والجامعه عرفتهم الا انهم ما بقوش مع بعض زي الاول. يعني هتلاقي عندك عمنا ششتاوي بقى مشغول طول الوقت مع البنت اللي اسمها ساره ومقضيها معاها صرمحه ومرقعه، وبالنسبه لحته فهو كمان ما بقاش فاضي وبقى عنده فانز كتير. في نفس الوقت وليد زغل العينين كريم وجاب رجله للفريق بتاعه. ما هو قال له عندي ليك عرض هيخليك برنس الجامعه، لكن قصاده هشرط عليك شرط. فاسمع قال له ايه؟ اولا انا عندي استعداد اخلي المدرب يختارك اول واحد من بين اللعيبه كلهم ويضمك للفريق بتاع الجامعه. حلو، بس ده مش ببلاش. فثانيا بقى والشرط بتاعي انك تسيب الفريق بتاعك نهائي، وطول ما انت في الجامعه تفضل معانا وتلعب معانا. وخلي بالك الفرصه اللي جايه لك دلوقتي مش هتتكرر تاني، وانت براحتك، عقلك في راسك تعرف خلاصك. وقام رامي الكلمتين دول وسابه ومشي. كريم بقى هيقرر ايه ولا ناوي على ايه ده اللي هنعرفه بعد شويه. طيب وايه الكلام عند ماجد؟ صاحبنا يا سيدي حس ان الدنيا بدات تبوظ وتعك منه على الاخر. من ناحيه علاقته بصاحبته لالا اللي بقت كلها مشاكل ونكد، ومن ناحيه تانيه علاقته بالحريفه اللي ضعفت وبقى كل حد فيهم مشغول في حاجه، وما كانش حد همه غير نفسه بالرغم من انهم متجمعين في مكان واحد. ده طبعا غير الناس الجديده اللي دخلت حياتهم وبقت السبب في اي تغيير حصل فيها. وفي الوقت اللي كل حاجه فيه بتتدمر وتنتهي ششتاوي كان مقضيها مع ساره يمين وشمال، وكان عايش لحظات مزيفه وكدابه مع ازبل واحده واكتر واحده مدوراها في الجامعه واللي اصلا مشيت مع طوب الارض. بس الراجل حب يخزوق نفسه بنفسه وفضل مكمل في العلاقه التوكسيك. ونطلع من القعده المنيره دي لقعده انيل منها. وفي القعده اللي قدامك لعيبه الجامعه كانوا متجمعين ومن ضمنهم الحريفه علشان المدرب يختار منهم مين اللي هيكمل في الفريق ومين اللي هيتكل على الله. فالمدرب عمل معاهم الغلط وما اختارش من الحريفه غير صاحبهم كريم. مش محتاج اقول لك ان اللي ورا العمله دي هو وليد. قال يعني الشخص اللي ما يعجبوش ما يدخلوش في فريقه. وان جيت للحق الحريفه كانوا يستاهلوا اللي حصل فيهم، لانهم في الوقت ده كانوا انانيين وكل حد فيهم بيفكر في نفسه وبس. والدنيا ولعت بينهم وقامت خناقه كبيره بين الششتاوي وحته، خصوصا بعد ما عرف حقيقه صاحبته ساره الشمال والكلام اللي بيتقال عليها من عيال الجامعه. فالششتاوي اتحمق لصاحبته وقام ماسك حته وكان هيضربه. ماجد طبعا ما عجبوش الكلام ولحقهم قبل ما يعملوا حاجه في بعض، وبعدين كل حد فيهم راح في سكه والحريفه اتفرقوا. والسبب انانيتهم، وبرضه بسبب انانيتهم وان محدش منهم بقى معبر التاني عمر اختفى ومحدش كان عارف له طريق ورا. في نفس الوقت ششتاوي كشف ساره على حقيقتها بعد ما عرف من صاحبتها انها ناويه تسافر الجونه من غير ما تقول له، منها يعني ملهاش في جو التحكمات وشغل رايحه فين وجايه منين. فعادي جدا اعتبرته فاظه وقررت تسافر من غير ما تقول له. وساعتها عرف ان هي كانت عاملاه كوبري ومغفلاه ومضحكه عليه عيال الجامعه. وبعد ما اتخزوق منها الخزوق التمام انهى علاقته بيها للابد. في نفس اللحظه كانوا عرفوا مكان عمر ولقوه موجود في المستشفى. ما هو اتضح انه عمل حادثه على الطريق، وبما انهم كانوا متجمعين في المستشفى فكل حد فيهم اعتذر للتاني عن اللي عمله، واتصافوا ورجعوا الحريفه بتوع زمان اللي قلبهم على بعض وما لهمش غير بعض. وبعد ما عمر بقى كويس وخرج من المستشفى قرر انه يعرض الفكره بتاعته في برنامج شارك تانك بتاع الاستثمارات. والخطه كالاتي: قال لك احنا هناخد 25 مليون هنجدد بيهم ملاعب الحريفه، وهنفتح ملاعبين زياده بحيث اننا نوسع نطاق اللعب ويبقى لينا اكتر من فرع في اكتر من محافظه. وفي المقابل قال لك ان الملاعبين عملوا 750 الف جنيه خلال 6 شهور، وده مكسب حلو جدا. لكن تقدر تقول ان لجنه التحكيم ما اقتنعتش بكلامه، وثلاثه منهم رفضوا الفكره وواحد بس اللي وافق. انما بعد ما ماجد اتدخل وشارك الفكره بكلمتين حلوين زي انهم من خلال الملاعب الجديده اللي هيفتحوها هيقدروا يساعدوا شباب كتير وناشئين اكتر انهم يتدربوا ويحسنوا من نفسهم في الكوره، فالكلمتين دول عجبوا الحكام ودخلوا دماغهم وبالتبعيه وافقوا على طلبهم. يعني تقدر تقول كده انها رجعت تزهزه في وشهم مره ثانيه. بس للاسف الحاجه الحلوه معاهم عمرها قصير، وفرحتهم وقفت عند دكتور منصور وهو بيقول لهم نتيجه الامتحانات وان المعدل التراكمي بتاعهم طلع اقل من 3، وبكده يبقوا فقدوا شرط المنحه وما بقاش قدامهم غير حل من 2، يعني يدفعوا مصاريف الكليه، ودي طبعا حاجه مستحيله علشانها غاليه جدا، يا اما ياخدوا بعضهم ويمشوا من الجامعه ويدوروا على واحده غيرها. بس دكتور منصور كان عنده حل ثالث علشان يكملوا في المنحه، وهو انكم تلعبوا باسم فريق الجامعه في البطوله الدوليه للجامعات اللي هتحصل بعد شهر، ولو كسبتوا وعد مني خليكم تكملوا في المنحه، لكن لو خسرتوا فما تفكروش تعتبوا بوابه الجامعه مره ثانيه. قلتوا ايه؟ ماجد قال لك امين رغم انه عارف ومتاكد انهم هينزلوا مع فرقه تقيله، بس ده الحل الوحيد اللي كان قدامه
قدامه علشان ما يخسروش المنحه، وبما ان كل حاجه مشيت تمام فما كانش قدامه غير انه يروح يصلح لالا علشان يبداوا على نضيف. ومن بعد اللحظه دي قعدوا كل يوم يتدربوا كتير علشان يحسنوا مستواهم، ده غير انهم ضموا وليد للفريق كمنه اشطر حارس مرمى في الجامعه. وبعد حبه تمرينات حلوين جه وقت المباراه الافتتاحيه واللي كانت بين مصر والمغرب، ولحسن حظهم الماتش عدى بسرعه وطلعوا منه كسبانين كالعاده، وما عداش وقت كتير الا وكانوا وصلوا قبل النهائي واللي كان بين مصر والمانيا. واي نعم الماتش ما كانش سهل في البدايه وحسوا انهم هيخسروا، الا انهم هدوا اعصابهم وزودوا تركيزهم على الهدف الاساسي اللي هي المنحه، ونزلوا الشوط الثاني كسروا الملعب وكسبوا الماتش كالعاده. بس للمره المليون الدنيا وقفت في وش ماجد، والمره دي كانت حاجه خارجه عن ارادته اللي هي مشكله قلبه، وكان ضروري في اقرب وقت يعمل العمليه. وبما ان الوقت ما كانش يسمح لاي عمليات فاضطر انه يسافر وهو تعبان علشان الماتش النهائي، وكانت اصعب من اي مره بيدخل فيها تحدي مع نفسه، من ناحيه بسبب تعبه ومن ناحيه تانية ان الفريق اللي نازلين قدامه فريق جهبذ ولاعيبته جباره. وفي المشهد الاخير ماجد والحريفه ما استسلموش لخوفهم من الفريق الامريكي ونزلوا الملعب وهم ناويين ما يطلعوش منه الا وهم كسبانين. وقبل ما ينهوا الماتش ماجد قال لهم على مشكله قلبه وانه ما كانش عايزهم يعرفوا الحقيقه، يعني علشان ما يبعدوش عنه او يمنعوه من انه يلعب كوره تاني. وهو خلينا متفقين ان الحريفه ولعب الكوره اكتر حاجتين ماجد بيحبهم وعايش عشانهم، لكن اللي حصل ان الحريفه وقفوا جنبه وطمنوه ان عمرهم ما هيسيبوه، وزي ما بدأوها سوا هيكتبوا نهايتها سوا. وقد كان، والحريفه كسبوا الماتش وعملوا اللي نفسهم فيه، وفضلوا محافظين على العهد اللي بينهم انهم الحريفه اللي مفيش منهم اتنين.